السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الفستق الكداب. بما ان سعره عالي جدا ومش مستطاع ان الكل يجيبه، فاحنا عايزين كده نغير في المطبخ بتاعنا وفي التزيين بتاعنا وبعض الوصفات بنحتاجه، فهنعمله النهارده مع بعض بكمية محترمة جدا تكفينا فترة كافية. لايك وشير وسبسكرايب، يلا نسمي الله ونبدأ وصفتنا الجميلة وبسم الله. ومعايا في البداية الكمية بتاعتي من الفول السوداني، معايا كيلو من الفول السوداني. طبعا يفضل ان احنا نختار الحبايه اللي هي السوداني اللي يكون لونه فاتح مش الغامق خالص، وطبعا بننضفه لو في اي حبايه مش كويسه بنشيلها تماما. افضل مكان نشتري منه الفول السوداني ويكون طازه وفريش هو المقله بتاعه المحمصات. معايا هنا في الكبه، وهبدا ان انا اخد الفول شويه بشويه وابدا ان انا افرمهم كويس جدا لحد ما يبقى معايا مجروش. انا مش عايزاه ناعم تماما، بس عايزه اقول لكم هنا بنفرم يعني بنخفق ونقف شويه وهكذا، علشان احنا مش عايزين يكون معانا بودرة، احنا عايزين يكون حبيبات. لو ملاحظين معايا في الكبة الجزء اللي من فوق بيكون زي ما هو حبيبات ومن تحت بيكون ناعم جدا، مفيش مشكلة خالص. احنا بعد كده بنفرزه اللي بيكون لسه حبيبات كاملة او انصاف بناخده نفرمه من تاني لحد ما يبقى معانا مجروش حبيبات. تمام، تكون صغيرة مش عايزينها تكون كبيرة او بزيادة. تمام كده بخلص كل الكمية بنفس الطريقة. خلصت الكمية معايا زي ما شايفين كده ما شاء الله، ولسه تاني هننعم فيه بس هنشوف الخطوة الجاية ايه. هنا انا كنت حسيت ان الكمية كبيرة شوية معايا، فانا قلت لا اخلي مثلا كيلو الا ربع نستخدمه. يعني انا ما وزنتش بصراحة، انا شلت مقدار البولة اللي احنا شفناها كده، ده هخليه فول سوداني مجروش عادي خالص. لكن الكمية اللي معايا دي حوالي كيلو الا ربع هستخدمها فستق كداب. معايا هنا في البولة الصغيرة نزلت فيها بحوالي 5 معالق من المية، عليها اللون الأخضر الجل اللي هو الألوان الجل اللي هي المصرح بيها طبعا مستخدمة للأكل وأمان جدا جدا، فما فيش مشكلة. هناخد منها حوالي 4 معالق. يبقى على الكيلو إلا ربع من الفول السوداني 4 معالق من اللون الأخضر الجل و5 معالق من المية. ده ايه معانا بقى؟ ده كده ريحة الفستق أو طعم ونكهة الفستق. تمام، ده بنشتريه من عند العطار، ده 50 ملي ب60 جنيه، هاخد منه حوالي 3-4 معالق. تمام، ده متوفر جدا عند العطار، تقدروا تشتروه حلو جدا. ولو حابين نقوي النكهة معانا اكتر ممكن مع الفول السوداني نضيف حتى لو 200 جرام او 150 جرام من الفستق الطبيعي، هيبقى قوي جدا معانا النكهة. كده جاهز معايا اللون بتاعي او الاضافات اللي هضيفها على الفول السوداني، وهبدأ ان انا اضيفها بالشكل ده. نقدر نعمل الكمية اللي احنا حابينها، يعني لو عايزة تعملي نص كيلو ربع كيلو مفيش مشكلة خالص، هتقللي من المقدار بتاع السوائل وتضيفيها عليها تبقى تمام معاكي. بنقلب كويس جدا جدا سواء بالمعلقة او بايديكي لوقت ما السوداني كله يندمج مع الاضافات اللي احنا ضفناها. بغطيها بالاسترتش او البلاستيك ريب واسيبها بقى نص ساعة او ساعة تتشمع كده مع بعضها، واللون ياخد من الفول السوداني ياخد كده من اللون والنكهات والاضافات اللي احنا ضفناها وتتشبع بيها تماما. وبقلب كويس جدا زي ما احنا ما شايفين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بقت تمام جدا معانا. هبدا ان انا اعمل ايه؟ معايا هنا صاج او صينيه المتوفر عندك، وانزل كل الكميه فيها وهبدا ان انا اوزع كل الكميه على الصاج. انا عايزه حاجه تكون واسعه كبيره ان اقدر اوزع عليها الكميه بتاعتي علشان خاطر تتشمع معانا كويس جدا. هنعمل ايه؟ هندخلها الفرن على درجة حرارة 160 لوقت ما تبقى معانا ناشفة خالص وجفت تماما من كل المية اللي فيها. وهنا بقى معايا الصاج وهو موجود في الفرن، كل دقيقتين كده بقلبها تقليبه، كل دقيقتين علشان اللي تحت يطلع تمام فوق، علشان اللي فوق ينزل تحت واللي تحت يطلع لفوق، فيبقى كله معايا مظبوط. شايفين بقى؟ بسم الله ما شاء الله. يعني عايزه اقول لكم ان هو مش اخد لون خالص طبعا زي ما احنا ما شايفين، لكن هو جف تماما من كل الميه اللي كانت موجوده فيه، وكل ما بيجف لونه بيهدى معانا اكتر فبيبقى ممتاز. كمان عايزه اقول لكم ان احنا طبعا هنا بدات ان انا اخد منه في الكبه، لكن المرحله دي لما بيكون برد تماما، يعني يكون خلاص بارد تماما معانا، تاخدي كام واحده كده تلاقيها بتقرمش معاكي في بقك تماما، وطبعا يعني بنلمسه بايدينا خلاص احنا عرفنا ان هو بقى تمام. لكن لو فرمتيه وهو سخن هيبقى معجن معاكي ومش هيديكي النتيجه المظبوطه خالص. وكده انا خلصت الكميه بتاعتي كلها زي ما شايفين، وطبعا ده الجرشه بتاعته اللي انا محتاجاها او الحجم بتاعه اللي انا عايزاه. انا عايزه شويه يكون كده حبيبات وشويه تكون ناعمه خالص. وهنا حبيت ان انا اقرب لكم الشكل، ما شاء الله شايفين الجمال؟ والله عايزه اقول لكم انه روعه.
وطبعا ينفعنا في اي وقت، مش هنحتاج بقى ان احنا نعمل كل شويه لما نيجي نزين الاطباق بتاعتنا واحنا داخلين على رمضان. كل عام وانتم بالف خير يا حبايبي. فتكون الحاجه جاهزه عندنا نحتفظ فيه ببرطمانات في التلاجة او في اكياس تبقى جاهزه معانا وقت ما نعوز. تمام جدا. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم. اتمنى لو عجبكم الفيديو حبايبي ما تنسونيش باللايك واشتراك في القناه، والسلام عليكم.